خلينا بقى ناخد يوم كده في حياه الجروس ماركتنج مانجر، بحيث تتخيل معايا الراجل ده بيعمل ايه خلال اليوم. في الصباح هو اول حاجه بيفتح كل الداشبوردز قدامه علشان يقعد يتفرج على الارقام، يقعد يتفرج على كل الارقام ويشوف كام واحد زار الموقع او دخل الموقع، كام واحد سجل، كام حد اشترى. بعدها بيقعد بعد ما خد كل الارقام المهمه او المتركس المهمه في الكيسه بتاعته علشان يروح يقعد بقى مع الفريق، يقعد مع صناع المحتوى، يقعد مع المصممين، يقعد مع السوشيال ميديا سبيشالست، يقعد مع كل اعضاء فريقه. وبعدها بعد مناقشات ومحاورات وتحليلات ويسمع من ده ويسمع من ده ويشوف فكره من ده وفكره من ده، بيبتدي بعديها يقرر اكزاكتلي فين المشكله. هل المشكله في الاعلان اللي هو عامله، ولا في لاندنج بيج او صفحه الهبوط، ولا في نموذج التسجيل الريجستريشن فورم اللي هو عاملها، ولا تجربه المستخدم ككل اليوزر اكسبيرينس اللي موجوده في الموقع او في الستور؟ بعد ما بيوصل لكل الحوارات دي او كل الاسئله دي بيسالها لنفسه او مع الفريق، بيجيب كل المعلومات دي مع معلومات اللي خدها من الداشبوردز دي، ويقعد في اخر اليوم كده يراجع الارقام مره ثانيه ويشوف هل الارقام متطابقه مع الحاله اللي احنا فيها، ولا العجز في الارقام او اختلاف الارقام اللي موجود ده محتاج ان احنا نغير شيء من الاشياء اللي ذكرناها دي، سواء كونتنت، سواء نوع الاعلان او نوع الجمهور المستهدف او حتى اليوزر اكسبيرينس. وبعدها طبعا هو شغله كله مبني على الارقام، بعدها بيبتدي يتخذ القرار. ده كده عباره عن يومه عباره عن داشبوردز، اجتماعات، تعديلات على الادز بلاتفورمز، تعديلات على البلاتفورمز نفسها، ان كان ويب سايت او ان كان ابلكيشن او ان كان حتى اونلاين ستور. كل يومه هو عباره عن مونيتورنج واديتس وميتنجز ومراجعه وتحليل ارقام. ده يوم الجروس ماركتنج، ايا كان فروم سبيشالست حتى تو مانجر. طبعا هو سبيشالست بينفذ حاجات كتير بايده اكتر ما بيكون في المانجيريال ليفل. طيب الحقيقه بقى اللي مش كتير من الناس بتقول لك عليها، ان الناس فاكره ان الجروس ماركتنج ده اعلانات وبس، يعني بيتلخبط ما بين الجروس ماركتنج والبرفورمانس ماركتنج والميديا باير، واحنا الثلاثه هنوضحهم ان شاء الله خلال فيديوهات بتشتغل ايه. الحقيقه الاعلانات بتمثل جزء من شغل الجروس ماركتنج، ولكن انك عشان تحقق نمو كامل، جروث كامل، انت محتاج تشتغل على كل الاحتمالات وعلى كل التشانلز وعلى كل الامور. يعني لازم تكون بتفهم كويس جدا في البلاتفورمز وطبيعه شغلها، لازم تكون بتفهم كويس جدا في اليو اي ان يو اكس او اليوزر اكسبيرينس، لازم تكون بتفهم جدا في اليو اكس رايتنج او الكتابه لتجربه المستخدم، لازم تكون بتفهم كويس قوي قوي في ازاي تحسن من الموقع كاس اي او او اس اي ام، الايميل ماركتنج، الانتجريشنز الخاصه بالاس ام اس وبالواتساب، ازاي برامج الاحاله او الريفيرال بروجرام ماركتنج بتشتغل، ازاي تعدل خطوه واحده من ضمن خطوات رحله الشراء، وايه هي اصلا رحله الشراء. فانت بتبقى عندك معلومات وخبرات في امور كتير جدا جدا، مش بس ان انت بتعتمد على فكره ان انا جاست بعمل اعلانات لايك وظائف هنتكلم فيها في الفيديوهات التانيه.